هي بودكاست مساحة أمان لكل ست عايزة تعبر عن نفسها من غير ما تكون مضطرة لأي تبريرات أو تحس بأي أحكام ضدها. هنكون معاكي كل يوم خميس الساعة 7 بتوقيت القاهرة على يوتيوب، سبوتيفاي، أنغامي، أبل بودكاست وبلاتفورمز تانية كتير، عشان تشوفي وتسمعي حكاية ست شبهي وشبهك قررت تشارك معاكي المسكوت عنه. لو عايزة تحسي انك متشافة ومسموعة، ما تنسيش تعملي سبسكرايب ولايك وتتابعينا. اهلا بيكي وحلقة جديدة من الموسم الاول اللي هي بودكاست، واللي بنتكلم فيه عن الحدود والحواجز. طبعا عرفنا ان الحدود والحواجز بتلعب دور رئيسي في رحلات وحكايات كل الستات، يعني بتكحلها فتحليها او تكحلها فتعميها. النهاردة الحدود والحواجز هياخدونا في رحلة شهر مارس، شهر كل الستات، يوم المرأة المصرية، يوم المرأة العالمية، وتكريمات كتير هياخدونا علشان نشوف رحلة كل ست قررت انه هي تدي لنفسها فرصة تدرك انه الحاجز ممكن يكون داخلي عندها هنا او هنا، وكمان سمحت لنفسها انها تعترف وبكل شجاعة انه المعيق جواها، وقدرت انه هي تشتغل عليه علشان تحقق انجازات ونجاحات وتتكرم في كل المحافل. واحسن حد هيكلمنا عن الموضوع ده ضيفتنا الملهمة أميرة الديب. مساء الفل وصباح الفل وكل الفل. احنا حلقتنا النهاردة كومبو، فهقولك كل سنة وانتي طيبة عشان رمضان، وهقولك كل يوم مرأة مصرية وانتي في سعادة، وكل يوم مرأة عملية وانتي في نجاح. كل سنة وانتي طيبة، رمضان كريم. وكل سنة كل ست مصرية بخير وكل ست في العالم بخير. شهر مارس ده شهر المرأة ان جنرال، سواء بقى في مصر او في العالم كله. كل سنة طيبين، وطبعا رمضان قبل اي حاجة. وانتي طيبة وينعادوا عليكي كلهم بقى بكل الخير والصحة وراحة البال. احنا من عادتنا احنا هنخلي الضيفة هي اللي تقدم نفسها بالطريقة اللي تريحها، فتحبي مشاهداتنا ومستمعاتنا يعرفوا ايه عن أميرة؟ بصي، أنا اسمي أميرة الديب، أنا أصلا صيدلانية وبشتغل في مجال التعليم والتدريب بقالي حوالي أكتر من 26 سنة. لو عايزة أعرف نفسي بحاجة هقولك إن أنا كنت إنسان بيحاول طول الوقت. حلو. فالمحاولات دي فيها اللي بيفشل وفيها اللي بينجح، بس أدركت لما بنجح إن المحاولات اللي فشلت كانت جزء من النجاح. فهي الحقيقة الفشل ده دايما بيكون مرحلة من مراحل النجاح. فلو حتى هعرف نفسي، أنا إنسانة كنت بتحاول طول الوقت، بتحاول وربنا اللي بيوفق. يا رب دايما موفق. طيب هاخد من كلامك بقى عن المحاولات. وانتي بتحاولي كده، وبعيدا بقى عن كل الأدوار الكتير اللي بتلعبيها وكل النجاحات اللي وصلت لها وكل التكريمات، هنتكلم في رحلة المحاولات والإخفاقات والنجاحات. امتى أول مرة أميرة سمعت صوت جواها بيدي علامات استفهام حوالين الاستحقاق، حوالين النجاح، حوالين القيمة؟ اوكي، طيب بصي، هنرجع بقى قوي بعيد شويه، قوي يعني اديني قوي. كنت خايفه ان هم سنين كتيره كده. وانا في ثانويه عامه، اللي كان اسمها ثانويه عامه زمان طبعا، ده كانت في اوائل التسعينات. فكان ساعتها ثانويه عامه النظام القديم قوي، فكان المجموع خلاص هي وان شوت، يا جبتي مجموع دخلتي كليه يا دخلتي، يعني مفيش بقى ترايل ولا في الثانيه ثانوي وثالثه ثانوي الكلام ده. حلو. فمجموعي انا كنت عايزه ادخل كليه صيدله عشان انا اهلي صيادله، فكنت يعني انسبايرد بالستوري دي وعايزه ادخل صيدله. فمجموعي فرق على كليه صيدله ربع درجه، ربع في المية. يعني هي 1 درجه، يعني هي 1 على الورق درجه من 400، لكن هي كانت 0.25%.
ايوه. فطبعا ساعتها كانت صدمه، طب انا هعمل ايه، هدخل ايه؟ فالمنطقي انك تدخلي الرغبه اللي بعدها بتبقى طب اسنان او حاجه، وانا ما كنتش حابه اسنان اصلا، وانا كنت حابه طب ان جنرال، كنت حابه صيدله عشان الستوري العائليه يعني. فقررت ادخل كليه سياسه واقتصاد، ودخلت سياسه واقتصاد. انا كنت بحب بقى السياسه وبحب اقرا كتب في السياسه وكده، ودخلت سياسه واقتصاد، كنت سعيده جدا بيها. وبعدين جيت في فتره بعد الشهر الثالث يعني في امتحانات الترم الاولاني قررت ان انا لا، انا عايزه ادخل صيدله، انا مش قادره اتنازل عن حلمي ان انا ادخل صيدله، فانا هعيد السنه. طبعا دي كانت يعني والدي قال لي ان انا بهرج، واصحابي قالوا ان انا بهزر، ومدرسين قالوا انت اكيد يعني انت بتضيعي وقت، يعني ركزي في كليتك، انت دخلتي كليه وكليه قمه. وحتى فاكره مدرس قال لي لو انت كنت الاولى على الجمهوريه في ادبي كنت هتدخلي ايه سياسه واقتصاد، فانت بس ما تقعديش تحطي لنفسك اكسبكتيشنز تخلي حياتك سيئه. فقررت ان انا هعيد ثانويه عامه باي طريقه، ودخلت فعلا امتحانات. كانت ساعتها حاجه اسمها امتحانات منازل، انت بتذاكري من البيت وبتدخلي على الامتحان في اخر السنه. وجبت مجموع، كان مجموع بقى كان كبير جدا لدرجه انه كان اعلى من كليه الطب. ما انا كنت شاطره ومذاكره، فجبت مجموع كبير. فلما دخلت صيدله كنت سعيده جدا، حاسه بالاستحقاق. فدي يمكن اول نقطه حسيت فيها، او كانت اول تجربتي كانسان، انه يعرف انه لا، انا مش قادره اتقبل اللي اتفرض عليا. حلو. فهحاول. نجحت ما نجحتش خلاص. طيب عشان كنت اتجنب، ما كان برضو في، انت كل محاوله بتعمليها بقى عندك حاجه اسمها ريسك كالكوليشن، بتحسبي المخاطر. طيب انا عشان وانا في سن الصغير ده احسب المخاطر، ان الناس كلها رافضه اللي انا عايزه اعمله، فاضطريت ان انا احمل على نفسي عيب ان انا ادرس في الكليه جنب الثانويه عامه تاني. فبقيت ادخل امتحان الكليه، دخلت امتحان الترم الاولاني ونجحت فيه، ودخل امتحان الترم الثاني وانا بذاكر ثانويه عامه اصلا. فهي الفكره انك لما عايزه مش قادره تقبلي الواقع اللي اتفرض عليكي وعايزه تغيريه، فغيريه كل حاجه وحاولي، بس برضو تبقى في بالك ان في ريسك، حاولي تحسبيها عشان ما تبقيش خسرانه كل حاجه. دي كانت اول موقف اتعرض له. بعد كده تولد بقى الموقف بالطريقه دي، بقت حياتي كلها سلسله من المواقف بالطريقه دي. والصوت بيطلع من جوه من جوه. بصي هقول لك، انا ما اقدرش طبعا انكر ان انا كنت فيري لاكي ومحظوظه جدا ان انا كان اهلي بيدعموني طول الوقت، بالذات ابويا يعني بندي والصحه. بس برضو كان بيبقى ده ساعات بيبقى حمل، يعني بمعنى ايه، وده حقيقه نصيحه لاي بنت هقول، يعني الاهل دايما بيبقوا خايفين على بناتهم، وده منطقي، وانتي ام وعارفه، واي حد عنده اولاد عارف كده. بس لما تلاقي او البنت تلاقي ان اهلها بيدوها يعني الثقه، يعني لو بيديها جرام ثقه، انا رايي لازم ترجعه لهم انطار فخر. يعني هيثق فيكي اهلك ويسيبوكي تعملي انت عاوزاه، رجعي لهم بقى الكلام ده في حاجه يكونوا فخورين بيها جدا. فده دي كانت دايما يعني السلوجان اللي عندي في حياتي، اللي هو خلاص على بابا عشان بيثق فيا وبيدعمني، فانا لازم اردها له بشكل يكون يفتخر بيه. وفضلت بقى القصه بالطريقه دي طول حياتي بقى، طول ال50 سنه. حلو. ربنا يديكي الصحه. ربنا يخليك. طيب الاصوات اللي بتطلع دي هل كلها بتودي في طريق ايجابي وبتكون على قد التوقعات والاكسبكتيشنز، ولا في منها اللي بيبقى ممكن نعتبره صوت معيق؟ تمام. بصي مفيش حاجه في الدنيا بتمشي يعني 100% صح من الاول. بمعنى هديكي مثل بسيط جدا، احنا كلنا بنتعلم المشي ازاي. لو عندك طفل بيمشي هو بيقع ويفضل يقع، بيطلع ويقف ويقع ويقف ويقع لحد ما يبدا يتعلم المشي. الاكسبكتيشنز هي sometimes بتكون عدو، يعني صح. عدوك الاول انك تحطي اكسبكتيشنز يا هي يا مش هلعب يا مش هكمل، يعني يا ابقى مش راضيه عن حياتي. ده مش صح. الفكره انك لازم تبقى دايما عارفه انه في الحياه فيها دايما فرص اخرى، فلما مش بتحققي اللي انت عاوزاه قوي، ال70% ده درجه نجاح، وده مش وحش، مش لازم 99% اللي هنحققها. صح. الاصوات اللي بتطلع من جوه مش دايما بتكون صح، ممكن تكون حاجه معيقه جدا. طبعا انا هكمل لك القصه. انا دخلت صيدله، انا مستمتعه. دخلت صيدله وكملت في صيدله، وبعدين جيت وانا في صيدله دخلت ماده كده كانت في سنه رابعه عن التسويق الدوائي، فانا حبيت جدا التسويق. كويس. فعايزه ادرس بقى ايه، ماركتنج. فانا رحت لبابا قلت له معلش انا مش قادره اكمل في كليه الصيدله، انا عايزه ادخل AUC ادرس ماركتنج. فقال لي انت اكيد بتهزري يعني مش هنعيده تاني، بقالنا سنتين نتخرج وبعدين نعمل انت عاوزاه.
فطب يعني بالمحاولات والمحايلات وكده قلت طب خلاص ادخلي خدي كورسات في الصيف، يمكن لو انت الموضوع ده عاجبك يعني خلاص اوكي. فبقيت اعمل كده. حلو. فكانت كليتي صيدله طنطا والاي يو سي في القاهره، فانا كنت بسافر من طنطا اخلص الكليه اروح الاي يو سي في القاهره عشان اخد الكورس وابات عند جدي في بيت جدي، وبعدين ارجع تاني طنطا الصبح وهكذا. بس كنت حابه اللي بعمله عشان عايزه اعمل كده كويس. طب لو فكرتي بقى بعد، طبعا اللي حصل ان بعد ما خرجت من صيدله اشتغلت اصلا في الماركتنج، يعني انا فتره صيدله دي كانت فتره قليله قوي، 3 4 سنين 5 سنين في الاول حياتي يعني، بعدها حياتي كلها كانت في الماركتنج وتدريس الماركتنج وكده. بس لو فكرتي فيها، طب انا لو كنت في الاول بقى خالص وانا في ثانويه عامه دخلت تجاره انجليزي مثلا، كنت هبقى راضيه؟ لا مش هبقى راضيه، كنت هبقى حاسه ان انا فاشله. لكن اللي حصل ان انا حياتي كلها اتبنت على خطوه كان ممكن قوي اعملها لو انا دخلت تجاره انجليش من الاول. بس عشان دايما انت صوتك بيبقى جاي من ميكس حاجات كتير، من ثقافه اللي حواليكي، من صح. توقعات اهلك، من اكسبكتيشنز انت عايزاها، من انت نفسك بتشوفي نفسك فين. فانا كنت عايزه ابقى دكتوره. فخلاص انا الكلمه عايزه ابقى دكتوره دي كانت عمياني على اي حاجه تانية في الحياه. مع ان انا لما نجحت في حياتي بعد كده، ولو في قصه نجاح في حياتي كانتش عشان انا كنت صيدليه دكتوره، كنت عشان انا بقيت حاجه ثانيه. فهو ساعات الصوت بيبقى مش مساعد، بيكون ساعات معيق لو ما عرفتيش تتعاملي معاه. بمعنى انت عندك صوت بيقول لك اللي انت فيه ده لا مش حلو، مش مبسوطين، عايزين نغيره، ده الصوت اللي جوه. طيب نغيره ازاي؟ فبنشوف ايه المطروح، ايه اللي ممكن نعمله، وبنمشي معاه بالشكل اللي هيساعدنا. ما وصلناش خلاص يبقى احنا راضيين باللي احنا وصلنا له. فاهمه قصدي؟ لكن هنحط انه الباوندري بتاع 99% يا اما انا مش هبقى مبسوطه، لا ده مش هيؤدي لاي حاجه غير انك تبقي بس وقت يعني اندر تنشن ومش مبسوطه. صح. فلازم الواحد يتعلم انه يتبسط باللي هو فيه، باللي هو حققه، ويحاول تاني ويبني عليه وهكذا. حلو. انت قلتي حاجه مهمه قوي، انه الصوت بيبقى ليه اشكال مختلفه او نابع من اللي هو ايه مصادر مختلفه. يعني ممكن الصوت ده يكون نتيجه زي ما انت قلتي الثقافه، ممكن يكون نتيجه التربيه، ممكن يكون صوت عدو زي ما انت قلتي، وممكن يكون صوت نابع من التوقعات، وممكن يكون صوت تاني اللي هو من المجتمع اللي حواليكي والتربيه، وفي صوت كومبو. صح. لو هنشوف الأصوات المختلفة في مراحل حياة أميرة، واسمحي لي أقول أميرة بقى من غير أي ألقاب، هل هتبقي حابة تقولي لنا تنويعات الأصوات كانت إيه بالنسبة لك؟ طبعا بصي الأصوات بتختلف حسب برضو النطاق الاسري اللي انت بتنشئي فيه، النطاق الاجتماعي اللي بتنشئي فيه، حاجات يعني عارفه تبقى زي فلترز كده، يعني في فلترز بتحكم نظرتك للحياه. صح. ونظرتك لنفسك كويس. انا مثلا كان اول فلتر في حياتي كان ممكن يبقى عائق ان انا شايفه نفسي عايزه ابقى دكتوره زي ماما او زي بابا. كويس. قصه بقى والموروثات بالظبط. وده بقى كان صوت اللي هو انت هتبقي اقل واحده في العيله كلها دكاتره وانت وحيده اقل واحده، فده كان صوت يعني نيجاتيف مثلا. وفي صوت تاني يقول لي لا انت شاطره تعرفي تجيبي درجات احسن في الامتحانات وانت كنتي شاطره اصلا في المدرسه. يعني في اصوات كتيره مختلفه. اسوأهم واكتر حاجه بيبقى صوت عدو وانا بخاف منه جدا لما بيحصل، الصوت اللي يبقى من جواكي بيقول لك انت مش هتقدري. صوت جواكي يقول لك بلاش. الصوت جواكي يقول لك لا انت اقل قوي من اللي انت بتفكري فيه ده، وانت فين واللي انت بتفكري ده فين. الصوت اللي من جوه نيجاتيف ده بقى صعب قوي. صعب قوي انك مش عارفه تتحكمي فيه، خلاص انت حاجه بتسيطر عليكي من جواكي، ودي اللي بتحطك طول الوقت في قلب مناطق كلها بتمنعك من انك تتقدمي. حلو. ايه بقى الحدود اللي أميرة بترسمها لنفسها علشان ما تروحش مع الأصوات دي ويبقى لها خط رجعة؟ اوكي، هي مش حدود، بس هقول لك هي تكنيكس يعني. حلو قوي. اول حاجه الواحد عارف نفسه، وتعرفي نفسك ازاي، مش انك تحضري سيشنز وانها جزء من الموضوع انك تحضري سيشنز تعرفي فيها، يعني بيسموها سيلف ديسكفري، تعرفي نفسك وقدراتك، بس تجربي. وده بيبدا الحقيقه، ودايما بيقولوا للاهل يعني نصيحه، يبدا من المدرسه من بدري قوي، في ابتدائي مثلا، في الجريدز الصغيره. ليه؟ احنا كلنا اتعودنا وتربينا، الجيل بتاعي يعني، انه الانشطه المدرسيه دي تضييع الوقت،
ولو حاجه يعني صح. بسيطه قوي ماشي في الاجازه في الويك اند الكلام ده. لكن الحقيقه النشاط المدرسي هو اكتر حاجه بتبني شخصيه الطفل، وبيعرف نفسه، وبيعرف هو يقدر يعمل ايه، قدراته، وبتكتشف الحاجات اللي بيحبها. فبتبدا من اول الانشطه المدرسيه، وانا كنت جدا بقى الحقيقه الحاجات دي بحبها جدا. الانشطه المدرسيه من وانا في ابتدائي بحب جدا الكلام ده، وده بدا يديني احساس ان عايزه اعمل ايه وبحب اعمل ايه واقدر اعمل ايه. فده اول حاجه، انك تدخلي دايما في انشطه وحاجات كتير. لما مثلا واحد بيبقى سنه اكبر شويه بيدخل في انشطه تطوعيه. حلو. التطوع ده بيخليكي تعرفي برضو الناس، بتعرفي حاجات تانية في الحياه مختلفه. كويس. ده اول حاجه. تاني حاجه ممكن تقولي ان بتحطيها لنفسك، انك بتبقي عارفه قيمه، مش عارفه ايه، مش هقول عارفه قيمه نفسك، الكلمه دي اصلها يعني بقت كليشيه قوي، الناس كده بتكرره، بس بتبقي عارفه انت تستاهلي ايه. يعني ما تبقيش قاسيه على نفسك، ولا تدخلي يعني انا بحب جدا ان انا اقعد مع نفسي ورقه وقلم وعملت ايه صح عملت ايه غلط بشكل امين جدا، لان انا ونفسي اللي بنتكلم، فبقيم نفسي بشكل امين. اللي دايما بقلق منه ان ده يتحول الى مرحله جلد الذات، تفضلي بقى تلومي نفسك وتقطعي في نفسك كده على اي غلطه عملتيها. ده جزء تقبلي ان احنا لازم تسامحي نفسك، ده اللي هو تتقبلي انك بتغلطي، ده طبيعه بني ادم. فدي حاجه الثانيه. الحاجه الثالثه انه عارفه هقول لك ازاي، يعني في حاجات ثوابت في الحياه، يعني في حاجه بتعمليها تعملي لنفسك جراوندنج، ثوابت في الحياه، ثوابت في حياتك. انا شخصيا كان بالنسبه لي علاقتي بربنا. حلو قوي. فانا يعني بصي مش هقولها بشكل ديني ولا عشان احنا في رمضان، ولكن هقول لك بشكل ده بقت باترن في حياتي كلها. انت بتعملي نفسك جراوندنج في حياتك، التثبيت في الارض في حياتك، انه ايه اللي يرضي ربنا وايه اللي ما يرضيهوش، ايه اللي هيزعل ربنا وايه اللي مش هيزعله. كويس. طيب، تبني بقى العلاقه دي وانت ماشيه. فابسط حاجه، بمعنى هديكي مثل بسيط، انا اول ما اتخرجت من الكليه فانا بنروح نعمل ورق كده من الكليه عشان في التعيينات، يعني اخلاء طرف يعني من المعامل، عشان صيدله كانت فيها معامل وادوات وكده. فانا فاكره رحت مره هناك بعمل الورق ده، فقابلني عامل كان راجل لطيف قوي اسمه عم مجاهد. انت فاكراه بالاسم؟ اصل ما فاكراش الراجل ده مأثر جدا في حياتي. شوفي انا بقول لك انا عندي 22 سنه ايامها ولا حاجه، متخرجه يعني. فقال لي تعالي انت، قلت له عايزه امضي على الورق عشان اروح اسلمه واتعين وكده. قال لي طيب تعالي عايزه اقول لك على حاجه، اقعدي. فقلت له قعدت. فقال لي بصي انت هتشتغلي طبعا انت عارفه الصيدله بيشتغلوا في الحكومه الاول، فهتشتغلي في المستشفى بتاعه الجامعه. قلت له اه. قال لي طيب العقد اللي بتمضيه ده وصل امانه عليكي. يعني ايه وصل امانه؟ يعني انت بتقري انك هتدي للشغل ده وقتك من الساعه كذا للساعه كذا، وتشتغلي باخلاص، فتراعي ربنا في الوقت ده. الناس بقى تروحي تلاقيهم بيمضوا يمشوا بياخدوا، الناس تقول شوف شغلهم، هنمضي ونروح نعمل شوبينج ونرجع تاني. الكلام ده كله ما تعملوش، انت قاعده عشان الشغل اداكي فلوس انه اشترى وقتك من الوقت ده للوقت ده. هتراعي ربنا في الرخاء، هيفتكرك في الشده. حلو قوي. انا الجمله دي فاكراها، وشوفي انا اشتغلت في مليون الف مكان بعد كده، بس فضلت الجمله دي بترن في ذهني طول الوقت. افتكر ربنا في الرخاء، خليكي مع ربنا في الرخاء، هيفتكرك وقت الشده طول الوقت بقى كده. فدي حاجه بتخليكي عندك، يعني ده مش هقول لك بقى يعني حدود، لكن هو دي ثوابت في الحياه. حلو. بنغلط اكيد، ما فيش بني ادم ما بيغلطش، ما فيش ادم يعني بيبقى هو الملاك اللي على الارض يعني، لكن بتغلطي وترجعي، تغلطي وتستغفري، فتغلطي وتقولي انا اسفه، تغلطي وتقولي وتجددي عهد مع ربنا. وده فرصه احنا في رمضان انه فعلا يكون كده، دي فرصه انك تفضلي مع ربنا. انا دايما يعني موقف كتير جدا في الحياه كانت صعبه، وكان لما كان موقف صعب، انا اقول لك حاجه والله يا شيماء بجد، انه لما كان بيبقى موقف صعب قوي وازمه جامده وانا ماشيه في الشارع والاذان جدا، كلمه الله اكبر دي كانت بتفرق معايا قوي. بتحسسك انه الله اكبر، الله اكبر من الازمه، الله اكبر من المدير اللي بيظلمك، الله اكبر من الناس اللي بتسألك، الله اكبر من المشكله اللي انت فيها، الله اكبر من الضائقه لو في ضائقه ماليه. كل حاجه تفتكريها الله اكبر، تفضلي. على فكره هي مهما كان الدين هي علاقه بالخالق ايا كان. فدي حاجات اللي بتثبت قوي الانسان ساعه المشاكل، وتخليه بقى في حياته يحط بقى لنفسه الاستراتيجي اللي هيمشي بيها يعني. حلو قوي. فمن كلامك انا بسمع كده وهرفلكت معاكي انه هي مجموعه عوامل، مش عامل واحد، جزء منه مرتبط بينا كبني ادمين، وهي فكره ان احنا نعرف قدر نفسنا، انه احنا نبقى جراوندد او رجلينا محطوطه على الارض. جزء منه تاني انه احنا نبقى عارفين نقاط قوتنا، وبعيدا عن الكورسات والسيلف ديسكفري، بس
انت من جوه كست وكبني ادمه تبقي عارفه نقاط القوه بتاعتك ونقاط الضعف. جزء منه مهم جدا كان الثقافه والعيله والجزء المغفول عنه في بعض الاماكن، وهو الانشطه. صح. الانشطه سواء في المدرسه بقى او لما بنكبر بنبقى احنا اللي بنختار النشاط اللي نقدر نعمله. صح. ده معناه ان احنا محتاجين ايكو سيستم بالظبط، داخلي صح، وخارجي. مظبوط. لو هترسم لنا بقى هذا الايكو سيستم. اوكي، بصي هي في مبدا وتبيعه لنا بقى بما ان ماركتنج بقى. هقول المبدا العام اه ليس الانسان الا ما سعى وان سعيه سوف يرى. طب يعني ايه؟ يعني انت عليكي انك عايزه انك تتحركي، انك تمشي، انك تاخدي خطوه. ما تبقيش قاعده عايزه تعملي حاجه وقاعده مقيده نفسك بافكار وقايده نفسك لا مش هينفع، ما هو انا مش انا ايه وصلني كده، وايه اللي عملوه قبل كده وفشلوا. طب ما ممكن انت اللي تنجحي يعني. صح. فالسعي ده اول حاجه. حلو. طيب هل السعي معناه ان انا هلاقي النتيجه في نفس المجال اللي انا ماشيه فيه او التراك اللي ماشيه فيه؟ السعي لا خالص. السعي ممكن يكون في سكه كده وانت اللي جاي لك النجاح في سكه ثانيه خالص، بس انت عملتي الخطوه. صح. طب يعني ايه برضو؟ يعني انا النهارده عايز احط الايكو سيستم، طيب ومثبتين مبدا السعي. صح. اول حاجه ايه؟ ابدا اشوف ايه اللي يخليني اعرف نفسي، سواء في ورك شوب، سواء في اكتيفيتيز، سواء في فيديوهات على اليوتيوب اتعلمها، حاجه تخليني اعرف نفسي. في تكنيك كتيره جدا تخليكي تعرفي قدراتك. حلو. كويس. وما اكثر الكورسات الفور فري اللي موجوده، ولا التكنيكس، ولا الورك شوبس اللي بنشوفها. دي اول حاجه. تاني حاجه، طيب ايه المتاح؟ ايه الموجود؟ كويس. ايه اللي اقدر اشتغل فيه؟ بصي في يعني بتوع السايكولوجي طبعا يصححوا لي المعلومه دي، بس هو في اختلاف بين الرجاله والستات في التفكير في السعي بالذات او في الاكشن. بمعنى ايه؟ يقول لك انه الستات دايما seeking to prove then to move. صح. عايزه حد يقول لها انت شاطره، لا بس انت تقدري، لا 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 انت هتعمليها، لا بس بصي جمدي قلبك. كويس. زي السواقه، تلاقي انت بتعلمي السواقه فاكره كان حد بيعلمك السواقه ازاي، بس اجمدي كده، لا دوسي بنزين كده. ايوه، عايزه حد دايما ياكد لك انك تقدري عشان تتحركي. الرجاله العكس، الرجاله they move to prove او they move then they prove. يعني هم بيتحركوا وبعد كده يثبتوا ان هم شاطرين. فتلاقي الولد مثلا هيسافر بره، يعني يعمل ايه؟ مش عارف، هو يسافر بره عشان يشتغل، عشان يرمي نفسه. ايه بالظبط كده. فلو انت عندك بقى القصه دي، تبداي تفكري انه انا لازم اتحرك، هتبداي ساعتها تبني الثقه. لو الطفل اللي بيتعلم المشي، هو لما بيتعلم المشي بيبقى عنده الثقه عنده كبري ريكوزيت ولا عنده از سكيل بيبنيها؟ هي سكيل بيبنيها. سكيل بيبنيها. هو لو هو مش بادئ يمشي عنده، هو واثق في نفسه ومش عارف اي حاجه، هو رامي نفسه كده وبيجرب. فانت الثقه بتيجي من انك بتجربي وبتفشلي لازم وتكملي. حلو. والاساس انك تبقي حاطه في بالك انه يا جماعه انا اول 3-4 ترايلز هفشل، وده جزء من القصه. وكملي على هذا الاساس. كويس. طيب ده الحاجات الداخليه. الحاجات الخارجيه بقى انك تبقي في كوميونتي يساعد. يعني ايه كوميونتي يساعد؟ يعني انت عايزه تنجحي في مجال معين، في البيزنس مثلا، ابداي تواجدي في الاماكن اللي فيها ناس باكتيفيتيز ايفنتس، فيها ناس عندها بزنس ونجحت، بنات وعملوا شغل حاجات ستارت ابس. حطي نفسك في الكوميونتي اللي تساعدك انك تنجحي. ما تبقيش انت قاعده مع اصحابك في النادي وكلكم قاعدين مش لاقيين شغل. أيوة. واحنا مش لاقيين، واحنا قاعدين احنا بنشتكي ان ما فيش شغل في مصر ومفيش مرتبات. طب نشتغل، نبدا وبعدين نكمل. كويس. طيب ايه كمان تاني برضو خارجيا مهم؟ هو حقيقي مش خارجيا، هو برضو داخليا خارجيا مع بعض. ماذا لو ان احنا في ظروف بشكل يعني ظروف اجتماعيه اسريه ضاغطه، مش احسن حاجه، واحنا ضحيه، واحنا خلاص هنتفق انه فعلا بالورقه والقلم حضرتك او حضرتي او اي حد ضحيه ظروف معينه. ما نعيش بقى دور الضحيه طول الوقت. خلاص ماشي، انا ما حد يقول لي ان انا ضحيه ظروفي واهلي عملوا واهلي مش بيساعدوا. حلو، عملتي ايه؟ اسوأ حاجه في الحياه ان البني ادم يبقى سجين فكره ان هو ضحيه. صح. مش هيتحرك. ضحيه معناها ان انا مستنيه الشخص اللي خلاني ضحيه يديني بيرميشن، يفتح لي باب ان انا امشي. صح. لا انا عايزه اطلع بره. ضحيه حلو قوي، بس انا هعمل ايه عشان احل الموقف ده، عشان اصلح السيتويشن اللي انا فيه ده. فدايما انا بلاقي بنت في اي حاجه، في ادفايزنج، حتى في الدراسه يعني،
وعايش وفي ساعات على فكره انها ضحيه ظروفها، ضحيه اهلها، ضحيه اب قاسي، ضحيه ام قاسيه، الكلام ده كله ببقى عارفه ان دي مش هتنجح. لانها لو ما ادركتش انها تقدر تغير مش هتمشي. صح. بس كده. طب حلو، انتي فتحتي لي سكك لاسئله كتير، بس وانتي بتتكلمي كده حسيت انه علشان نوصل الايكو سيستم ده او المعادله دي سواء كانت خارجيه او داخليه، احنا كستات بالذات محتاجين نتخلى عن بعض الانماط، صح. نتخلى عن بعض السلوكيات، نتخلى عن بعض المعتقدات. صح. ايه من الثلاثه دول اللي اميره رميته ورا ظهرها وتخلت عنه علشان تطلع لقدام؟ حلو جدا. بصي هو مش بس اميره، هقول لك ان جنرال احنا بس احنا مركزين على اميره النهارده. بصي انا من زمان جدا قررت ان انا لازم زي ما بقى يعني انا مره هقول لك حاجه قصه هقول لك بعدها ايه السبب اللي انا بحب القصص قوي. انا كنت جات لي مره يعني ازمه صحيه شديده شويه عنيفه جدا وكان فيها مشكله كبيره كانت في مصر، وانا بالصدفه كنت عند يعني قلت خلاص يعني الدكتور كويس في المانيا وانا كنت بروح المانيا كتير فهروح اشوف الدكتور. فانا قعدت مع الدكتور بشرح له بقى قصتي ومنهاره جدا من الموضوع وشاف التحاليل والاشعات وكده، وبعدين بص لي وبص لشنطتي وقال لي if you invest in your food like the money you invest in your bag you will never need me. مش هتحتاجيني لو انت بتصرفي على طبيعه اكلك زي ما بتصرفي على شنطتك مش هتحتاجيني اصلا، مش هتجيلي. فاحنا بنحصل ايه؟ ان احنا الباترن حاليا دلوقتي بالذات في الاجيال الصغيره انه نهتم جدا بمظهرنا، ده مش غلط وده مش وحش، لا احنا مهتم جدا الانسان فيه مظهر انه بيقابل بيه، ده الشكل الخارجي الناس بتشوفك بيه، وفي نفس الوقت بيهتم بالبشرتنا وصحتنا والسكين كير، جميل جدا برضه حلو. وبنهتم ناس برضه داخله في هيلثي لايف ستايل وبتاكل وحاجات كده، اكل هيلثي لطيف برضه جدا. فين ده بقى؟ فين اللي جوه ده؟ ما حدش فكر فيه. طيب فانت زي ما بتصرفي على اللبس وعلى الخروج وعلى حالتك النفسيه والكلام ده كله، اصرفي على انك تنمي قدراتك، تنمي من تفكيرك، تنمي قدرتك على التحليل، على كورسات دي مش ضيعان وقت خالص. حتى لو كورس هتاخدي منه فايده دلوقتي 10% بعد فتره هتلاقيه بيعلم معاكي، حتى لو كان اوت اوف انه بتعملي نتوركينج مع الناس، بتشوفي ناس جديده، بتاخدي انترنشيب، في ساعات حاجات ممكن تحتاجي بزن سن صغير لو مرتب مش كويس لطيف، بس الباكج ما هيش مرتب بس، الباكج فيها نون فاينانشال بنفيتس، انك هتتعرفي على ناس، انك بتشتغلي، انك بتنزلي في ايفنتس، انك بتبداي تبني شبكه علاقات بتخليكي تتقدمي وتبقي افضل. وده دايما بيفرق مع اي حد ناجح، اي حد ناجح هتلاقيه هو في مرحله كده تيرنينج بوينت حصلت بيزد اون العلاقات اللي كانت عنده من شغله في كذا حاجه. فانا مثلا مرتبي، فاكره اول ما اشتغلت في مستشفى الجامعه، كان جامعه طنطا، كان سنه 2000، كان مرتبي اول تعيين ليا كان 175 جنيه. كويس، انا كنت باخد بابا قدهم عشان مراتي طبعا كويس. بس بعد فتره بقيت احس ان انا لازم احوش من مرتبي عشان اصرف على كتب وعلى كورسات. طبعا زمان قوي ما كانش فيه الانترنت، كان فيه انترنت بس مش قوي كده، كانت لسه بدايه الانترنت يعني، لكن دلوقتي الفرص احسن بكتير. صح. يعني انت النهارده لو انا قاعده ساعه بتاعت قبل النوم دي عماله اتفرج كده على الريلز وعلى انستجرام وعلى الحاجات دي كلها، طب ما انا ممكن ادخل على حاجات كورسات على اي ويب سايت بيدي كورسات كده مايكرو ليرنينج يعني. بس بتفرق. صح، بتفرق جدا. حلو قوي. يعني اللي انا فهمته من كلامك انه فكره هوليستيك انفستمنت، استثمار شمولي في الذات وفي العقل وفي الجسد وفي الروح وفي المظهر وفي كله. صح. ده ورا نجاحات او سر من اسرار نجاحات اميره. ما اعرفش اقول كده، بس هو توفيق ربنا بس يعني ماشي. هو نعمة يعني بالله. هو يعني انت الجزء اللي كان عليا عملته كده، لكن هو ده ربنا اللي بيوفق يعني. تفتكري لو اميره ما كانتش عملت الجزء اللي عليها مع توفيق ربنا كانت تبقى فين دلوقتي؟ ما يبقاش عدل. لا، ربنا العدل. العدل يعني ايه؟ يعني انت ما ينفعش يساوي بين حد بيجتهد وحد ما بيحاولش، ما ينفعش يساوي بين حد بيقع ويقوم ويكمل وحد ما خلاص وقع ورجع ورا، ورجع في الصف ورا. لا، فكره النجاحات وفكره الانجازات والتكريمات، انت اتكرمتي في المحافل المحليه والاقليميه والدوليه،
دي بيحصل فيها حاجتين، يا اما مش يا اما، هما حاجتين يعني الناس بيصيبها الغرور بعد كل هذا الكم من التكريمات او الامتنان. براها بقى رد فعل الآخرين على هذه النجاحات بيبقى مختلف، فبنشوف ناس بتسقف وبتفرح، بنشوف ناس بتتخض، بنشوف ناس بيحصل لها إحباطات، بنشوف ناس بعد ما كانوا معانا في الرحلة سابونا ومشيوا، وبنشوف ناس بيتشجعوا بيعملوا زيك يعني بيتشجعوا يعرفوا ان هي في الاخر ممكن. يعني هو بصي لما تقولي ان حد خد جائزه على مستوى دولي دي حاجه، يعني حاجه حدث يعني. يس. والشخص نفسه يبقى عنده عارفه اللي هو بيسموها امبوستر سيندروم، انت حاسه ان انا يا جماعه الناس دي انا نصابه اصلا، الناس دي كلها دورت ورايا لو انا ما بعرفش حاجه. ده شعور جواكي، بتستقلي دايما قيمه اللي بتعمليه، شايفه ان هو قليل، شايفه ان هو عادي، لكن الناس التانيه مش شايفاه مش عادي. كل الحياه فيها ده وده، يعني الحياه طبعا لازم يكون فيها ناس اللي هم مبسوطين لك وبيسقفوا لك وبيدعموكي، وفي ناس على الناحيه الثانيه مش حاسين براحه قوي في اللي بيحصل ده، وده طبيعي. ده يعني لو احنا مش متوقعين ده هيبقى ده اللي مش طبيعي. حلو. بس انا الحقيقه سيبك من كل النيجاتيف سايدز، انا اللي يهمني انك تبقي ضربتي مثلا الناس تتشجع تعمل كده. حلو. تعرف انه ممكن، فلو عندها شويه شك جواها انه ما اقدرش، تعرف انه لا ما حصلت اهي فممكن اقدر. ممكن. وببقى سعيده جدا لما تلاقي بعد كده، وبقيت اساعد ناس تقدم في جوائز ثانيه. ما هو دي كلها تبقى ابلكيشن، بتقولي انت عملتي ايه وهم اللي بيقيموها، الجادجز بيقيموا. فلما بتساعدي حد ثاني يعملها بالعكس انت بتقربي فكره انه ممكن. حلو. فانا ما بشوفهاش الحقيقه ولا انها بتثير ضغائن ولا كلام، بالعكس انا شخصيا في حالتي ما شفتش الحقيقه طب الحمد حاجه لله. نيجاتيف، الحمد لله. كان بالعكس كان كل الناس كانت فيري سبورت، الناس كانت فرحانه يا رب. يعني لا انا كنت حاسه دايما بالفايبس دي. بس اللي كان يهمني اكتر انه اشجع غيري انه يعملها بس. حلو. طيب القيمه او الفاليو او المعتقد اللي ورا تشجيعك للغير ان هو يوصل لنفس النجاح والتكريم اللي انت وصلتي له. بصي في مقوله للرومي انا بحبها قوي قوي، يقول لك اينما انبتك الله ازهر. يعني ايه اينما انبتك الله ازهر؟ يعني انت ربنا هيبذرك كده زي البذور في اي ارض، طلعي خير. فطول ما انت بتعملي خير، انت اكشلي هو ده بنك الحياه يعني. انت ما بتعملي خير هو بشكل او باخر انت بتحوشي صح حاجه هتسندك بعد كده في وقت ازمه، وده اللي كان بيحصل طول الوقت. فانت لما تعملي تساعدي حد وانت لا بتاخدي من رزقك ولا بتأثري في رزق حد، انت ولا انت حتى على فكره ولا انت بتأثري على تكريم له او رزقه، هو ده رزق ربنا يعني قدر له، ولكن انت كنتي سبب بس. صح. فبالعكس انا شايفه انها بتبقى زي ما بتحوشي في البنك كده، بتحوشي في بنك الحياه او البنك عند ربنا يعني. يا ريت كلنا نحوش في نفس ذات البنك. بصي هي بتبقى عايزه يعني تدريب. مش بقول لك ان انا يعني كنت في الكلام ده مولوده بيه ولا ان انا الملاك اللي على الارض، لا، بس هي بتبقى عايزه تدريب، انك احساسك انك يعني لو انت بصي احنا عندنا جزئين في المخ، جزء يعني اللوجيك وجزء بتاع الايموشنز. صح. حسب ما انت ايه اللي مسيطر على ايه، عارفه مين اللي واخد الشفت. أيوة. يعني ايوه. فانت لو انت شخصيه هايلي ايموشنال هتاخديها بشكل ايموشنال، لو انت شخصيه روحانيه هتقولي لنفسك المبدا ده بشكل روحاني، ده بيعتقد بربنا. لو انت شخص لوجيك هتحسبيها ورقه وقلم، انا هعمل خير النهارده وربنا هيرده لي بعد كده. فهي انت بتقتنعي بالفكره ايا كان هي ايه اللي يقنعك بيها وتبداي تطبقيها. حلو قوي. ومحدش بينجح لوحده. صح. صدقيني يعني فعلا صدقيني اللي بينجح لوحده بيبقى نجاحه فيري ليميتد. لما تبقوا مجموعه وتنجح سوا لا بيبقى النجاح ابعد واكبر واوقع كمان. صح. وبيدي قيمه اكتر. بيدي قيمه اكتر. سامعين شفتوا مالكوش مخرج من اللوجيك ومن السبريت ومن كل حته. ماشي. طيب انت بتقولي كلام كله يعني بالنسبه لي دروس مستفاده. ربنا يخليكي. لا والله ده حقيقي، مش مجامله، انت عارفين. الحاجات اللي انت بتقوليها في اتنين كده معلقين معايا، الجزء الايموشنال اللي عند الستات او الجزء بقى المشاعر وان احنا ده اللي بيحركنا، وجزء البرميشن.
خلينا نبدا بالظبط. بقى بالجزء الايموشنال. اللي يشوف اميره من بره يقول عليها دكتوره زي ما قال الكتاب كده، اللي هو يعني شوف الضحكه الجميله دي، ما فيش ست حسباها وما فيش ده ما بيشتغلش، في حين انه جواكي يعني انا رولر كوستر ايموشن شغال. بالظبط. ايه بقى الطريقه، لانه ايموشنز الستات دي ممكن تستخدم ضدها، صح. وانتي ما شاء الله يعني بتقفي ازاي بتقدري وانتي في اي مساحه في اي مجتمعات مع اختلافها سواء محليه اقليميه او دوليه بتبقي انتي اللي مسيطره على الايموشنز دي علشان تظهري بهذا الثبات وانه محدش والله انا يمسكها متشكره قوي ضدك. انك شايفه كده. انا شايفه ان انا هايلي ايموشنال وببان ان انا ايموشنال ودايما عيني بتدمع وحاجات كده. انا بس شايفه الدموع يعني بس لا والله أنا بس انتي برضو بصي هي زي السواقه. يعني بص لو انت شايفاها كده، وطبعا شاكره انك بتقولي كده يعني، فهتبقى زي السواقه. انت بتسوقي، لو انت بتتعلمي السواقه بتسوقي كتير، بتتعلمي انك تبقي سايقه كويس وبتمشي في يعني على طرق خطر كتير انك اتدربتي. فهي عايزه تدريب يعني. كلنا وقفنا على الستيج في اول مره كنا بنرتعش، رجلنا تخبط في بعض وصوتنا مش طالع ومش بننهج طبيعي. مره في مره تبداي تعودي حاجه زي كده. فهو التدريب ده اول حاجه. عشان اقول لك اللي بيجرب لازم اللي بيجرب ويقع ويفشل ويجرب وهكذا. الحاجه الثانيه حضرتك قلتي جمله عجبتني جدا، والكلمه دي الحقيقه كي وورد مهمه قوي، زي مفتاح كده، مفتاح ساحر يعني. البرميشن، انك تدي لنفسك برميشن انك تغلطي، وبرميشن انك تجربي، وبرميشن انك تعملي، وبرميشن يعني البرميشن اللي جواكي. انت بتحبي القصص مش كده؟ جدا جدا انا مستمتعه. ايوه حبيت لطيفه قوي. انا كان في برنامج من السنه اللي فاتت، كان برنامج زي اعداد القاده كده، بس كان في المانيا، وكان البرنامج ده في جامعه من جامعات المانيا، وبيختاروا 15 واحد بس من العالم كله، من يعني سي ليفل يعني. وانا كنت خدت منحه ان انا ادخل البرنامج ده. حلو. فمن ضمن البرنامج احنا بنقعد مع بعض كامب، عارفه بقى يعني 15 بيرسونز ما فيش بعض خالص، قاعدين مع بعض كامب اسبوع 3 مرات في السنه. فاول كامب كان في السويد في اوتيل معزول جدا في قلب غابه، وكنا في شهر 12 اول 12. طبعا تلج جدا. السويد بقى فسقعه قوي وتلج بقى جدا. فخلصنا احنا قاعدين في الاوتيل، فبناخد المحاضرات من الصبح لحد الساعه 5، بنتغدى خلاص. بعد كده بقى بتبقى اليوم خلص وتنامي عشان تصحي بالفجر تاني يوم. بعد ما خلصنا قالوا لنا بصوا انتوا احنا عندنا النهارده اكتيفيتي اوت دورز. فانا ببص من الشباك اوت دورز ايه؟ وما فيش اوت دورز وفي ابيض في ابيض. فانا مش فاهمه. فطيب احنا كنا الساعه 7 بالليل، فالدنيا بقى يعني ضلمه بقى. انت في السويد في الوقت ده بقى الدنيا بتضلم بدري جدا. فقالوا لنا احنا هنطلع الاوتيل كان في غابه، والغابه دي فيها بحيره كبيره جدا. فاحنا هنطلع هننزل في البحيره. كل واحد هينزل في البحيره. فانا لا بعرف اعوم، واصلا عندي اكوافوبيا، فانا يعني انا بخاف من المايه جدا. انا عندي مشاكل مع البحر اصلا وماشي. وبدات تتحل مؤخرا يعني بعد الموقف اللي هحكيه لك ده. فبخاف من اولا جو تلج برد جدا 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 يعني. وبخاف من الميه وما اعرفش اعوم. فهنزل بحيره ايه اللي هنزل فيها في الضلمه بالليل؟ وبعدين القمر بدر ساعتها يومها، فكان طبعا انا رعب بقى بالنسبه لي يعني، عارفه ضلمه وبدر وكانت قصه. فروحنا واقفين في الطابور، انا قالوا عايزين حد يصور. طبعا انا قلت بقى انا هصور، هتحجج انا هصور عشان اطلع بره الموقف ده. فضلوا قبلي 14 واحد ينزلوا في الميه وانا اقف اصور وبرافو واشجع وبتاع، ويطلعوا واصور عليا في الموبايل. اتفضلي انزلي. فيا جماعه ما بتهزروش بقى وبتاع. وانا قعدت اشرح بقى كل الظروف دي. هتنزلي في الميه. فنازله خطوتين 3 كده، هو في سلم وتنزلي في البحيره. فنازله فمش شايفه الموضوع عادي. اول ما شفت الميه انا لقيت نفسي عارفه باراليسيس يعني، شلل بقى كلي، لا قادره ابص ولا قادره ارجع ومش لا وجالي حاله رعب. انا مش هنزل. قمت لفه وهرجع. فالترينر كانت ست المانيه كانت لطيفه جدا اسمها ساندرا، فقالت لي اميغا يو كان دو ات. فبصيت لها كده قالت لي لوك ات مي يو كان دو ات.
يو كان دو ات. فاي كان دو ات معناها ان انا هقدر يعني تعمليها بقى. انا مش قادره انسى منظر عينيها انها بصت لي بمنتهى الحزن، هتقدري تعمليها. فنزلت كل ما اجي انزل خطوتين بقى في الميه احاول اطلع، تقول لي يو كان دو ات يو كان دو ات. فافضل انزل لحد ممكن اديك الفيديو اللي عايزه تنزليه حتى مع الحلقه يعني. فقدرت نزلت لحد الميه، بقيت وصلت لحد هنا وانا مش متصوره ان انا عملت كده. فهي تبص لي في عيني كملي كملي. فضلت مكمله لحد ما طلعت بقى. عايزه اقول ان كان تصفيق حد من الناس كلها. انا استفدت ايه من الموقف ده؟ الجمله دي فضلت بالنسبه لي، عارفه كده، عارفه حاجه كل ما تحطي في موقف صعب تفتكريها تقولي لنفسك من جوه يو كان دو ات، تقدري تعمليها. فاللي بيحصل انك sometimes عايزه تدي نفسك بيرميشن انك تعملي. انا كنت حابسه نفسي ان انا خايفه، انا فعلا خايفه، وفعلا سنين عمري كلها ما اقدرش انزل في البحر ولا الميه، اخاف جدا من الميه، وخاف من الضلمه، وخاف من القمر البدر ده على في غابه. وعملت كل ده لانه حد قال لك تقدري تعملي. فهي بيرميشن من جواكي انك تدي نفسك فرصه تجربي. وده بقى مش سهل على فكره، عايز برضه حد يدعمك وحاول. ده دي اهميه ان يكون حواليكي صحبه داعمه، كوتش بقى، جروب، كلكم بتساعدوا بعض بس كلكم ماشيين في اتجاه واحد. حلو. احساسك بقى كان ايه اول ما اديتي لنفسك البرميشن ويو ديد ات؟ احساس رهيب رهيب. احساس ده بقى بعدها بسنه اتحطيت في مشكله كبيره جدا وكان لازم اقف واحارب. وانا مش من مسالمه، مش بحب قوي الموضوع الكونفرونتيشن والحرب والكلام ده. افتكرت الجمله دي بعدها بسنه لما قلت ان انا اقف واواجه واطلع بره الكومفورت زون فعلا واحارب. سبحان الله. طيب شفتي اميره ازاي وقت ما شي ديدت ونزلت في الميه، وشفتي اميره ازاي لما واجهت بعديها بسنه؟ حسيت ان انا كان واحده عندها 50 سنه مش عارفه نفسها. حسيت ان انا بعرف على واحده جديده ما اعرفهاش. حلو قوي. بعد كده اي حاجه ناس تقول لك لا بلاش ومش هتقدري، لا هحاول هقدر. وايه رايك؟ ولحد النهارده انا حتى كل ما اقابل ساندرا اقول لها ساندرا انا فاكره منظر عينيكي، فاكره نظره عينيكي، كل ما بتحط في موقف صعب افتكرها بتقولي كده. حلو قوي. رايك في اميره ايه بقى بعد ما بتحاول برضه لسه؟ الانسان بيحاول. بصي حلو قوي. احنا مش يعني احنا كلنا في الاخر عندنا احنا تنفيذ لاراده ربنا في الارض انها اعمار الارض. فانت بتبقي موجوده عشان تعملي خير وعشان تساهمي في اعمار الارض. طول ما انت موجوده اديكي بتحاولي وربنا بيستخدمك. يعني انت يعني روح على الارض ربنا بيساهمها لاداء وظيفه معينه. طول ما انت بتفعلي الدور ده طول ما حياتك هتبقى افضل. كنيتي بقى وقعدتي قفلتي على نفسك ومفيش اي دور بتعمليه، حتى لو دور على فكره مش لازم تكون بتشتغلي، يعني ممكن تبقى الام اللي بتربي ولاد ما دورها اكبر من اي واحده فينا بتشتغل. صح. اللي حتى ما عندهاش ولاد وقاعده في البيت وست كبيره في السن بس بتسال على جيرانها، بتعمل خير، بتساعد، ايا كان حاجه فيها بوزيتيف امباكت على الارض. حلو. اللي انا فاهماه انه حاجه من الحاجات اللي بتغذي اميره فكره الاثر واللي هنسميها ايه البيربز دريفن، او ان هي تبقى ماشيه بغرض. بالظبط. ليها غرض. بالزبط. او ليها مهمه. بالظبط. طيب لو في جمله هتقولي لي ايه الاثر اللي نفسك تسيبيه وايه البيربز او الغرض اللي بيحركك؟ بصي هو دايما يعني الدعاء اللي دايما بدعيه في كل سنه في رمضان، يعني اللهم اسالك عملا صالحا يمكث في الارض ينفع الناس. بس وفول ستوب. عشان تبقي موجوده انت كده كده موجوده وهتمشي فتره وهتمشي اي حد فينا. فالفتره اللي قعدتيها دي تبقي عملتي حاجه يعني تمكث في الارض تنفع الناس بس. حلو. طيب لو اميره هتبقى بتاخد جايزه دلوقتي واحنا بنحتفل بقى بيوم الست المصريه ويوم المراه العالميه، وتحبي تكون عن ايه المره دي؟ اني ساعدت الستات انها ما تخافش وتجرب، يعني ساعدت الستات انها تبقى افضل. لو ساعدت انسان ان هو يرجع تاني يفكر في علاقته بربنا، دي هتبقى بالنسبه لي جايزه كبيره جدا جدا. ان احنا في فتره صعبه، احنا في وقت صعب جدا، والحاجات اللي بتخليكي تشتتي كتيره.
فانك ترجعي حد اللي هو يبقى يعني له علاقه بربنا، دي حاجه كبيره قوي بالنسبه لي جدا. واول ما اعمل حاجه تفيد حد في حياتي، يعني النهارده انا عندي 50 سنه وبدرس مثلا بقالي 25 سنه، لما الطالب بقابله بقى ما شاء الله بقى ريجنال مانجر ولا حد يقول لي اصل فاكر حضرتك فاكر انت درست لنا، الجمله دي مهمه لانها هي بتكليك مع اللي انت عايز تعمليه، انت عايز تعملي حاجه تنفع حد. صح. فلو احنا الميتنج اللي عملناه النهارده او الحلقه دي لو فيها كلمتين نفعوا اي حد في اي حاجه، بالنسبه لي ده كده لطيف قوي يعني. ده فيها كتير قوي، فيها كتير قوي. طيب بما انه انت حياتك مليئه بالنجاحات والانجازات والفشل برضو على فكره، وده نجاح برضو في حد ذاته، لان انت قلتي أول الرحلة. الفشل اول رحله النجاح. مزبوط. ومن كل فشل بنخلق فرصه للنجاح. لو حاجه جت في دماغي كده، لانه انت بنتكلم عن الايموشنز فعينيكي دمعت لو هنتخيل مع بعض انه الناس بدل ما هتحييكي او الطالب او الطالبه اللي جاي يشكرك ده على نجاح حققتيه او على اثر سبتيه في حياته، هيبقى على شعور. بصي انا في طالب عمري ما هنساه، الطالب ده هو دلوقتي في المانيا. الطالب ده انا كنت قاسيه عليه جدا بشكل، انا كان منحه وانا مسؤوله عن اداره المنحه دي وعن متابعه اداء الطلاب في المنحه، فكان هو بالنسبه لي كان طالب مستهتر، انا كنت شايفاه كده لانه دايما في مشاكل ودايما الناس بتشتكي منه الترينرز ودايما الجريدز بتاعته مش كويسه ودايما شايفه ان هو بيسيء استخدام منحه كان حد تاني مور ديديكيتد هيبقى اولى بيها. فكنت دايما بشد عليه قوي، وخلص وتخرج وكده وبعت لي انا خلصت وكده، بس عايزك ان انت حسيتيني ان انا وحش قوي، حسيت ان انا بني ادم وحش قوي. فانا قلت له انت كنت مستهتر ولازم تحس كده، والا لو كنتش عملت معاك كده كنتش هتكمل وتمشي يعني في سكتك وتخلص الشهاده. وبعدين بالصدفه البحته ايام الكوفيد، ده كان قبل كورونا يعني، ايام الكوفيد فاحنا قاعدين في البيت، وبعدين دخلت في جروبس كده كتير على الفيسبوك، وكان حاجه على ساعتها كان في مشروع كلاب هاوس، وفوجئت بان الولد ده بيحكي قصته وانه كان عنده مشاكل عائليه قاسيه جدا فوق ما اي حد يتخيل، وصدمات فوق ما اي حد يتخيل. يا الله. فانا ادركت ان انا كنت بقسو على بني ادم في وقت هو ضعيف فيه قوي. انا فاكره انا بعمله عشان مصلحته، بس انا ادركت ان قد ايه كنت مزوده الحمل عليه. فقعدت ادور عليه لحد ما بعت له، لقيته في المانيا، فبعت له انا بعتذر لك وانا اسفه، انا ادركت النهارده انا كنت قاسي عليك جدا، وانا مش عارفه اقول لك ايه، يعني انت قول لي ايه اللي ممكن يعني اقوله لك يعني تسامحني على اللي انا عملته، بس انا كان هدفي ان انا اساعدك. قال لي بالعكس حضرتك ساعدتيني ان انا ابقى كويس وافوق وكده، لو كنتش هخرج بره ظروفي، انا كنت مضطره عشان اسكتك ان انا اذاكر وخلاص. فيعني الراجل كان لطيف جدا، وكان من كرم اخلاقه ان هو بالعكس فضل من اعز اصدقائي بعد كده. فانا بعدها ادركت ان احنا ساعات بنكون عندنا احساس بالذات المدرس او ذات لحد بقى يعني مدير مدرس، تحس دايما كده ممكن تيجي حته كده عندك تبقى فيها اوثوريتي زياده فتقصي على الناس وانت شايفه انك بتعملي خير، انك نيتك كويسه، بس اتعلمت منها ان احنا لازم نحس ببعض. يعني انك تخلي بني ادم عايزه تقولي نصيحه ما تقوليهاش مثلا لحد في العلن، لانك هتحرجيه ابسط حاجه، يا اما هتوجعيه. فانت دايما طول الوقت بتعملي حاجه عايزه حد يحس بحاجه، فعايزاه يحس انه افضل، انه يقدر، تديله ثقه، مهما كان مخطئ تقولي له لا ما هو لسه في فرصه توبه، لسه في فرصه استغفار، لسه في فرصه انك تبقى احسن، معلش السنه دي مثلا حد سقط، لا بقى السنه الجايه هتبقى هتعوض. دايما تشجعي حد، لما تحسي انك بتخلي حد تقدري تخليه يحس ان هو كويس، صدقيني دي بتفرق جدا في حياته بعد كده. حلو قوي، حلو قوي. يعني افهم من كلامك انه الشعور اللي أميرة نفسها تسيبه في اللي حواليها، سواء كانوا بقى ايه طلاب او اي حد من المحيط بيها، انه بدل احساس القسوة احساس انه الافضل، احساس انه لسه في فرصة تانية. بالظبط. حلو قوي. انا احب اقولك انه يعني اعتذارك للطالب ده منتهى الرقي ومنتهى الشجاعه، لا والله، ومنتهى الانسانيه. لا ده حقه يعني لانه انت لسه كنت بتقولي انه غصب عننا كناس بنقدم خبره او بننقل خبره او بندرس او فكره ان انت دكتور او بروفيسور او
بتديك حتى أب authority. وأم. او بالظبط حتى اب وام بالظبط يعني بالظبط. في حاجه اسمها بوزيتيف ري انفورسمنت، انت بتديه شعور توكيد ايجابي عشان صح. يعرف يبقى احسن. صح. يعني بصي، يعني انا الكلام معاكي والحكايات ما بتخلص، ربنا وانا يخليك. مستمتعه جدا ميرسي. وأنا أكتر. ولسه ميرسي. عندي كتير عايزه اساله. بس ان شاء الله هنتقابل تاني. شاء الله. أكيد. امتى أكيد. وفين أكيد. مش عارفين. أكيد. بس ميرسي أوي خليني يا كده، ميرسي ليكي، اقول لك في الحبه اللي قعدناهم مع بعض، ايه اللي سمعتيه من أميرة خلاكي تشوفيها بصورة جديدة أو مختلفة؟ هي مش بصوره مختلفه، هو ده يعني دي الحاجه اللي انا بعرفها انا بقولها فباكدها لنفسي انه انا اولا على فكره عشان انت عارفه انا لما تقولي الجوائز والانجازات وكان انا مش شايفه الكلام ده خالص، شايفه ان هو محاولات وبتنجح ففي اللي بعدها. يمكن ده اللي بيدي الاحساس للواحد ان هو لسه صغير، انك لسه بتحاولي. لما بتبطلي تحاولي سنك هيكبر. انت مش بتحسي بسنك طول ما انت بتحاولي، لانه في جديد، في تجديد. فهو وانا بقولها لك انا بفكر نفسي بيها، انا ان مجرد انسان كان بيحاول على الارض. حلو. بس يعني ربنا يا رب يديم عليكي المحاولات والإنجازات. ولو هتبعتي بقى رسالة للستات اللي بتسمعنا، لو لسه في شوية حاجات هنا شوية حاجات هنا، أو محتاجة الفاليديشن محتاجة البرميشن، هتقولي لها ايه؟ تعرف نفسها كويس قوي، تقوي علاقتها بربنا كويس قوي، ايا كان الدين، علاقتها بالخالق دي ايا كان، يعني ان جنرال. الحاجه الثالثه انها تاخد اول خطوه وتدور دايما على البيئه دايما. ما حدش بينجح بعيد عن اهله، ما حدش بينجح بعيد عن صحبه كويسه حواليكي. فتوفري نفسك الظروف اللي تخليكي تقدري تنجحي. حلو قوي. حاسه بايه دلوقتي؟ وهقول لها زي ما قالت لي ساندرا، يو كان دو ات. يو كان دو ات. طيب انت حاسه بايه دلوقتي؟ انا متشكره جدا ليكي وسعيده والله، ويعني مبسوطه جدا شفتك، وميرسي على البرنامج الجميل ده. ميرسي واتمنى ليكي. اكون اي فايده ظهرت من الكلام اللي قلته يعني لاي حد. كتير في دروس وفوائد كتير. ميرسي. وبنحب ننهي لقائنا النهارده بأميرة هتبعت رساله لأميرة. كملي محاولات. بس اقول نفسي كملي محاولات مش اكتر من كده. حلو قوي. ان كده. شاء الله يعني ربنا يديكي الصحه حبيبتي، ويديكي ربنا القدره انك تفضلي مكمله وتفيدي اجيال تانية كتير. ميرسي والله يا شيماء، ميرسي متشكره جدا ليكي ليكي وميرسي برنامجك الجميل ده. ميرسي طيبين. وانتي طيبه وبصحه وسعاده يا رب. حلقتنا انتهت بس الرحله لسه مكمله والحكايات جايه كتير. اعرفي الدرس المستفاد وشوفي الرساله اللي جايالك، واي حاجه تانية ارميها على جنب. وزي كل مرة لو عندك سؤال، لو عندك موضوع عايزة تتكلمي فيه أو تقترحي علينا ضيفة، سيبلنا في الكومنتس أو ابعتلنا على الدي ام. ورمضان كريم.